الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وحنسوهين رسالة المدخل إلى علم الصرف، وحنسوقرن قول المؤلف وفقه الله: الفصل الرابع: حروف الزيادة ومواضعها. فصل كان وحوقها للدوناه حروف الزيادة 10 ولو كل ما سألتمونيها شروط ذا هي مواضع الزيادة. وحيري تزاد والزيادية حروف الزيادة وحلو زيادية في بعض المواضع مواضع دقاركوت كل قد معا قرمال الزيادية عند استيفاء الشروط شروط مركب لما يسترانته شروط سوء الآتية ذكرها شيء جد إيمان دونته مركب حرم إنه كيراده حروف تان لو يقان حروف الزيادة مواضع دقاركوت بلغو الزيادية وحاكلو مهمة مركب الزيادة إن شروط حرف والبشرط بوليا شرط يسلأوفيه أرنكي بكو فصير يا وحير ومتى كورتي وقع ودع شيء قاس من هذه الحروف حروف تاني كمدة 10 طبنك في الكلمة هدو كلمة دعوه خاليا حالو يهي متكمرا من هذه الشروط شروط صوصعته فهو أصل ويان حروف سألتمونيها هدي لو شروط صوصعته وحلو حكمنا إنيهن أصل. نعم. زيادة الألف تزاد الألف ألف توالى زيادية بشرط أن تصاحب إن لا صاحبته شرط جد أكثر من أصلين لبا حرف أصل وحي كبدا. طيب أكثر من أصلين وحلقة وضع صد حرف يوحي كبدا بمعنى فاء يعين إلى مؤن لهلا وغيران مركا دي ألفته إلى صعوته أكثر من أصلين ألف تاسي وحنكو حكمنا إن يتهي زائد. مثال كواضح كونه قنيسا نحو ضارب على وزن فاعل ألفت زائد. لماذا؟ لأنها صاحبت أكثر من أصلين الضاد والراء والباء. كتاب سيدوك له ألفت زائد لأنها صاحبت أكثر من أصلين صدح أصل بين صاحبتي الكاف والتاء والباء مركا كتاب حالين على وزن فعال. بشرى ألفت كجرت زائد لأنها صاحبت أكثر من أصلين صدح أصل بين صاحبي الباء والشين والراء بشرى على وزن فعلا. وحير بخلاف نحو قال وغزا وحا خلافا قال يغزا ألفت كجرت قال لقم حكم كره إن يتهي زائد سببتها محي لأن الألف ألفته لم تصاحب لمسعته أكثر من أصلين لبا أصل وحي كبدا كورا هدي لسعته أصلين فقط محل لقم حكمنا إياه. وحير فإن صاحبت هدي لصاحبته ألفتي ويان أصلين لبا أصل فقط أو كلية سيدا قال يغزى أو كله فهي ألف تاسي منقلبة ومتكسو قدونتي من أصل بيكتمد أصل كاسي واو أم يأبو نقنية. فأصل قال مثلا قاول ويان وأصل باعنا بيع واي وهكذا. خلاصة القول ألف تادي لسعوت أكثر من أصلين وحلو حكمنا يا إنيتي زائد هدي لسعوت أصلين فقط ألف تاسي وحلو حكمنا يا إنيتي منقلبة من أصل كاسي عنقون كراواو سيدا قال أو كله أما ياء سيدا باع أو كله. نعم. زيادة الواو والياء تزاد الواو واو وال زيادية والياء يأذن وال زيادية ب3 شروط مع 3 شروط صدح شرط أي ولا لقبه. الأول شرط كواد ما شرط ويان ذكر للشيغي في الألف ألف تلو شيغي أو محوها شرط قاسي أن تصاحب أكثر من أصلين ألفت وإن لصعت أكثر من أصلين ووضع يأذن مركب علمد مركب شرط كواد وحويان الواو والياء وإن لصعدان أكثر من أصلين. والثاني شرط قلبات أن لا تكون إن يسنقون الكلمة كلمة من الرباعي المضاعف نحو يؤ يوعوع. شرط قان فصل كهران كصوت المعني باب السمسم بليل هذا الرباعي المضاعف وحلقة وضع كلمة وحكاك وبنت أفر حرف لبا اسكو جنسيهين لبا كلنا اسكو جنسيهين سيدا يؤ يوعوع مركا يؤ وعلى وزن فعل يأذو وأصل. لماذا؟ لأنها من الرباعي المضاعف باب سمسم واي. وعوع سيدو كلا وحلنا على وزن فعل لا. خلاصة القول ووضه يأذى هذا قيب كيهين من الرباعي المضاعف وحلقوا حكمنا يا أصل زائد معهن ساس يري ألا تكون الكلمة كلمة وإن يصنقا من الرباعي المضاعف. والثالث شرط صدحات ألا تتصدر
الواو ووذ وإنيسان أول كدعين مطلقا قبيئهان. الفصل الثالث وحن كسو براني ووذ مركي دعادو أولك زائد من نقطه لثقلها مركتيب كوت المامية ألا تتصدر الواو ووذ وإنيسان دعين أولك مطلقا قبيئهان. مفهوم كمحون قنية ووذ هدي أول كدعادو وحالقو حكمنا إنيتها أصل. ولا الياء يأذن وإنيسان دعين أولك قبل 4 أصول يدو كهر رئيسة أفر أصل في غير مضارع. يأذن مركان سو مرينين وحان صوت المعني يأذن مركي سد حرف أو أصل لصعوته أصل من نقنيسه إلا أن يكون مكررا إنه يهي معهني من الرباعي المضاعف زي يؤيو أوكلا. خلاصة القول يأذن مركي أول كدعيسه لبا حالة متكود واي. حالة كوبات أن تصاحب أصلين لبا أصل لصعوتها. حالة لبادنا أن تصاحب أكثر من أصلين. حالة كوبات ويمو يأذى إن صاحبت أصلين فقط وحالو حكمنا إياه أصل إنيتهاي يسر أوكلا. يسر على وزن فعل لليه صابت شرطي كوبات بلواي لأنها صاحبت أصلين فقط. حالة لبادو حويان يأذاني صاحبت أكثر من أصلين لبا أصل وحي كبدا أي لصاحبتي لبا اللوقي بنا إياه. أن تصاحب 3 أحرف أصول سد حرف أصل إني لصاحبته مركاسي وحالو حكمنا إني تهي الزائد اللهم هديسان قيب كأهين من الرباعي المضاعف. تانا وحنكسو إشارني فصل كلا صوت عافي. مثال كحنقنا يكتب أوكلا يأذني وحالو حكمنا إني تهي زائد لأنها صاحبت 3 أحرف أصول. قيبت اللي بعدو حويان يأذ أول كيدعضي وحانا كدن بي أفر حرف أصل. في هذه الحال يأذ وحالو حكمنا أصل إني تهي وحال قصو ريبيا فعل كمضارع سيدا يدحرج أوكلا يأذي أول كيدعضي وحانا كدن بي أفر حرف أصله مركانا كل وحالو حكمنا زائد صببتها محي مضارع واي. في غير المضارع لكن وحالو حكمنا لها إني أصل تهي. طيب خلاصة مركين تهسواي. والثالث شرط صدحات ألا تتصدر الواو ووذ وإني سندعين أول كمطلقا قبيئهان بمعنى ووذ هدي أول كدعضه زائد لكم حكمنا أيه. ولا الياء يأذن مركة وإني سندعين أول قبل 4 أصول أيضا أفر حرف كهر ريسه بمعنى ياء أول كدعضي أفر حرفنا أي كدن بيسه وحالو حكمنا ياء ذاسي أصل في غير المضارع مركة لقرب مضارعة هاي مش كفيري. أما إذا تصدرت الياء يأذ هدي دعضه أولك قبل 4 أصول أفر حرف كهر وبمعنى يأبى أول كدعضي أفر حرف كدن بيسي أصوله في المضارع مضارع الحديثة وذلك النحو يدحرج فهي زائدة وحين تكصهره وحالو حكمنا يا أصل. نعم مثال كصدح شرطي أوفصدي نحو صيرف وجوهر وشريف وعجوز وكلواي. صيرف شروط صدح ذو على بهلي صاحبت أكثر من أصلين رباعي مضاعف معهن وو إياء صدارة عيميش ميالان مركز صيرف وحلينها على وزن فيعل. أصول الكلمة والصاد والراء والفاء وحزائد يأذى. لماذا؟ لأنها صاحبت أكثر من أصلين. جوهر وسذوكل ويان على وزن فوعل. شريف وسذوكل على وزن فعيل. عجوز وسذوكل ووذ زائد وزن كن وفعول. وحا مثال هذا أنصور شكنا خلافا بيت يا صوت بيت يا صوت وعلى وزن فعل يأذى يووذ وأصل. لماذا؟ لأنهما لم تصاحب أكثر من أصلين. بيت يأذى وحال الصعودة أصلين فقط الباء والتاء وحال مذا صوت وحال الصعودة أصلين فقط السين والطاء. إذا شرط بلواي أن تصاحب أكثر من أصلين. خلاصة درسي حويان الألف والواو والياء وحالو حكمنا يعني زائد مركي لا صاحبان أكثر من أصلين. ومركي قاعدة باستعمال سقابل الأصول بالأصول وعبر عن الزائد بلفظه. مركي هو رئيس مركي واحد رأي سافاء الكلمة عين الكلمة لام الكلمة كدبنا وحدكو حكم سا ألفتا يوود ياد إنيين زائد. درسي ما تنتهبوا كويجي. هذا وبالله التوفيق وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.